لأن الله إيه؟ لأنه يعلم أني أستحق ذلك منهم. وطبعا ده حرام ان هو عمل كده، وهو يعلم اني افضل من اصحاب موسى كلهم، بل انا افضل من موسى بمالي هذا. ياه، ده كمان عصى ربنا وبخل، وكأنه كده كفر يعني، او هو كفر فعلا. ازاي يقول ان انا احسن فكر من موسى؟ قارون بما قال وتغلب فكفر. الشيطان عليه. فكفر قارون بما قال، يعني هو كفر طبعا، هو كده يعتبر خلاص ده كده كفر. وتغلب الشيطان ايه عليه. شايفين يا اصحابنا كثرة الاموال لما كمان الانسان ما يبقاش عايز يطلع منها لله؟ شايفين بيحصل ايه؟ طيب بصوا. اه بصوا الصور، بصوا جميلة ازاي. استني يا حبيبي عشان ما. ثم خرج، فقال ايه بقى؟ ثم خرج قارون في ثيابه الفخمة، وهو ماشي بقى في الثياب الفخمة بقى الجميلة بتاعته دي. وراح قال ايه؟ وفي حلية الذهب، وفي حليه الذهبية المرصعة. طبعا كان ايه؟ كان لابس بقى لبس مفيش بعد كده بقى، ولابس حليه الذهبية، يعني لابس مجوهرات كتيرة بالجواهر الفريدة. وعلى فرسه الأصيل يتراقص يمينا ويسارا، فرحان قال قدام الناس، ويمشي كده بيتمخطر بقى بالفرس بتاعه. والناس تنظر إليه، وحوله حرسه وحاشيته، يعني الخدام بتاعته والحرس بتاعته كل حاجة ماشي حواليه أهو، زي الصورة كده يا أصحابنا. وكأنه ملك الملوك يتبختر في مشيته، مشي بيترقص بقى في مشيته، مشي ويتكبر في نظراته. شفتوا بقى الفلوس والأموال عملت في قارون إيه؟ خلته متكبر ومش راضي يطلع إيه صدقة أو زكاة ويساعد الفقراء. والناس تنظر. والناس هنا إيه؟ بتنظر إليه إلى ذلك وتتعجب من كثرة ماله، ماشي، ومن غناه. وقال الذين لم يتمكنوا الإيمان من قلوبهم، الناس بقى الوحشة يا حبيبة اللي ما كانوش عندهم إيمان بربنا سبحانه وتعالى، راحوا قالوا إيه؟ ولم ترسخ الثقة في الله في نفوسهم، يعني ما كانوش كده واثقين ان ربنا سبحانه وتعالى. يعني في ناس يا حبيبه، في ناس فقراء ممكن تبص لواحد زي قارون ده تقول لك ايه اشمعنى هو ربنا اداله وانا لا؟ طب مش الناس دي مش ما عندهاش ايمان بربنا كبير، ما يعرفوش ان كل حاجه ربنا عاملها لحكمه، وان هو ربنا ممكن يخليه فقير بس يكون عنده عزة نفس وعنده كرامة وغني بأخلاقه وأدبه واحترامه وحب ومحبة الناس دي. في حاجة متشوقة ليها عايزة اقولها لكم. طب استني بس نقرا الحتة دي. قالوا ايه الناس دي بقى؟ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يعني يا ليت لنا، يا ريتنا كان معانا كل اللي زي اللي معاه قارون. ده في القرآن زي يا جماعة. وسمعهم جماعة من المؤمنين ممن استقروا الإيمان في قلوبهم، فقالوا لهم، قالوا لهم إيه بقى؟ ويلكم إن هذا مال زائل، يعني المال ده كله ده رايح وزائل، مفيش حاجة باقية. إن هذا عاقبته العذاب، طبعا هيبقى آخره عذاب شديد. فقارون لم يشكر الله، طبعا ما شكرش ربنا. تفتكروا ربنا هيبارك له في المال ده؟ لا طبعا، بل كفر إيه بنعم الله. وايه تاني؟ ويحكم. توبوا الى الله، هم هنا بيقولوا لهم ايه؟ توبوا ربنا. الناس المؤمنين بيقولوا للناس الوحشين اللي غرتهم الفلوس دي توبوا الى الله قبل ان تؤخذوا بهذا الكلام. ثواب الله خير ايه؟ ثواب الله خير ايه بقى؟ لو تعلمون، يعني ثواب ربنا خير واحسن لو انتوا كنتوا عارفين. بصوا بقى اللي حصل له، هي الصوره لوحدها كافيه. بصوا يا اصحابنا، بصوا الصوره بقى حصل له ايه بقى. بص بقيه القصه بقى. بيقولك وبينما هو في كبري وعجبه، التعجب بقى بتاع نفسه بقى فرحان بنفسه، ماشي، وبماله، وعجب بنفسه وبماله، إذ ينزل به عذاب الله فجأة أمام الناس. سبحان الله، زي ما انتوا شايفين في الصورة كده يا أصحابنا، بصوا ربنا هيخسف به. أيوة، ودلوقتي بصوا بصوا عامل ازاي بالحلي بقى والمجوهرات اللي هو لابسها وبقى ايه وحاجة ما فيش بعد كده. ربنا عمل له ايه؟ فخسف به الله الأرض، فخسف به الله الأرض وبقصره، يعني بيه هو وبالقصر بتاعه خسف ربنا بيهم الأرض، وهو يصرخ ويستغيث ولكن لا مغيث. عشان هو عمل ايه أصحابنا؟ كفر بربنا سبحانه وتعالى. يستغيث يعني يقول الحقوني، حد يحوشني، الحقوني. بس طبعا لا مفر من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، ولا منجي له من عذاب الله. وحينما خسف الله تعالى بقارون وبداره وبخزائنه الأرض ورأى الناس ذلك،
عاد من تمنوا له، اللي هو الناس اللي كانوا بيتمنوا ان هو يكونوا مثله، عاد من تمنوا أن يكونوا مثل قارون في الغنى والملك إلى أنفسهم. يعني قالوا إيه؟ الحمد لله اللي إحنا إيه، يعني صح يا حبيبة؟ قالوا الحمد لله اللي إحنا تمنينا اللي إحنا نبقى زيه، اللي إحنا مش عارف إيه ده. بص هو حصل له إيه؟ انا عايزه اقرا دي بقى. طب اقريها يلا قالوا أنت. الحمد لله الذي لم يؤاخذنا بما تمنينا يعني ان الله هو الذي يدبر أمر الناس وهو الرازق لهم. أيوة. الحمد لله أننا لم نعذب كما عذب قارون، لم نعذب كما عذب قارون. وعلموا أن السعادة في الإيمان بالله واتباع الرسول عليه السلام. برافو عليك يا حبيبة. يبقى احنا كده استفدنا ايه يا حبيبة؟ ها؟ اللي ما استفدنا تكبرش بالمال والمجوهرات والحاجات دي، ولا انا مش مختار. احنا استفدنا يا اصحابنا اللي احنا نرضى باللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا ونقول الحمد لله. الرضا ده يعني والقناعة ده كنز لا يفنى. يعني الواحد يرضى باللي ربنا كاتبه له، حتى لو كان فقير، حتى لو كان يعني ايه مثلا مش يعني ما عندوش زي غيره مثلا فلوس كتيرة، عربية اخر موديل، مش عارف ايه. ربنا سبحانه وتعالى لو تلاحظوا ان هو في اخر القصة عرفوا ان السعادة في امر ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في كل شيء يا حبايبي بيعملوه. يعني ده خلقه ان هو ايه على قد حاله فقير شوية، ليه حكمة. ده خلقه غني وكده وتمام، ليه حكمة برضه. واوقات كتير الغنى ما بيبقاش حلو، الغنى بيضر صاحبه. خلاص طولنا عليكم الفيديو خالص يا اصحابنا، بس احنا نحب ايه حبيبة ان يكون الفيديو ايه عجبهم. لا كفايه بقى، احنا نقراها في ايه نقراها في فيديو تاني عشان اصحابنا ما يزهقوش. نفسنا نقول لكم اوريلهم الصور بس. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات. وعايزيننا نقرا ايه قصص تاني، لسه في قصص كتيره، قصه سيدنا موسى والخضر، وقصه ايه تاني، وقصه اصحاب الجنه، وقصه موسى اهو. يلا بقى نقول لاصحابنا يا رب الفيديو يكون عجبكم. يلا يا حبيبه يلا يا رب الفيديو يكون عجبكم، ونشوفكم على خير يا رب باذن الله. اكتبوا لنا في التعليقات، اشتركوا بقى في القناه وفرحونا. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.